بانتظار أن يرسل الله لها أي أحد ليساعدها في حل تلك المشكلة. وبعد عدة دقائق ترى شيئا قادما من بعيد، وبمجرد إشارة بيديها وصرخة نجدة توقفت سيارة بها شابين عربيين من عمان، فطلبت منهما التوقف لمساعدتها، فلم يتردد الشابان ولو للحظة واحدة في مساعدتها، فقاما فورا باصطحابها معهما في السيارة وذهبا إلى المكان الذي توجد فيه دراجتها، فقاموا برفع الدراجة ثم بعد ذلك بإصلاحها دون مقابل، بل الأكثر من ذلك طلبوا منها أن تكون ضيفة عندهما، فقدم لها الماء والطعام وأمن لها كل ما كانت تحتاج إليه. شكرتهما وقالت بتأثر بالغ: It is so beautiful because I don't normally cry like this. You don't get to experience this. Even if you travel and you get out there, I mean, being in the position that I am as a vulnerable single female, and getting to experience that and being able to share it with everyone is so beautiful because I just want to show everybody. نزلت دمعات من عينيها لهذا الكرم الغير المتوقع. هذا الموقف أبكى روزي كثيرا. مواقف أخرى أدهشت روزي عاشتها في نفس البلد، حيث دعتها عائلة عمانية إلى منزلها وصنعوا لها الطعام الشهي واحتفلوا بها بكل كرم وخلق رفيع، فاستغربت من كرم المسلمين وعبرت عن تغير نظرتها النمطية عن الإسلام وأهله. تقول روزي: الابتسامات لا تعد ولا تحصى هناك، وهتافات الفرح كلما مر الناس بجانبي، عروض عديدة للبقاء في المنازل المحلية أينما أتوقف. تدعوني العائلات دائما إلى البقاء معهم عندما أتوقف لتناول الشاي أو الوجبات الخفيفة في أحد المتاجر، فغالبا ما يقوم شخص ما بشراء ما طلبت ولن يسمح للتاجر بالدفع، مبررا ذلك بأنني ضيفة في بلدهم وسيحبون تقديم الهدايا إلي. هنا بدأت روزي تتعجب من لطف المسلمين وكرمهم وحسن ضيافتهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع غيرهم، على عكس ما يروج له الإعلام في البلدان الغربية والأجنبية. ثم تحدثت عن كرم العرب والمسلمين وحسن ضيافتهم. كل ذلك كان له تأثير كبير على روزي وعلى نظرتها للعرب والمسلمين، وقد بدأت بالوقوع في حب هذا الدين بسبب أهله. فلم تقف عند هذا الحد، بل اختارت أن تزور بلدا إسلاميا آخر لتكتشف أكثر سلوك وتعامل المسلمين. هل هم فعلا متسامحين وطيبين لهذا الحد في كل مكان، أم فقط هذا يقتصر على بلدة عمان؟ وفعلا شدت رحالها للسفر إلى باكستان أو الأرض الطاهرة كما يقولون.